ما هي ما جاتش عليا في ترند جديد طالع هعمله بنص كيلو من اللحمة المفرومة هيطلع لنا كمية حلوة قوي من الشاورما التركي اللي هي الدونر التركي حلوة قوي الدونر كباب حلوة قوي. هنجربها وهقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة. بس صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. متنسوش تعملوا لايك. أول حاجة بصلاية كده وسط هبتدي إن أنا أفرمها فرم ناعم جدا جدا. لازم أتأكد إنها اتفرمت معايا جامد. وبعد كده هحضر معايا قرنين من الفلفل الأحمر البارد، يعني لو عندك هريسة حمراء أو دبس فلفلة ممكن تستخدميه معاها. أنا رشيت رشة بسيطة من الملح كده عشان تساعد إن البصلاية إنها تتفرم معايا ناعم. وهبتدي إن أنا أفرم الفلفل الرومي الأحمر معايا أو معلقة من الهريسة الحمراء مش الحراقة. لو انتوا بتحبوا الحاجة حراقة مفيش أي مشكلة. وجهزت معايا نص كيلو من اللحمة. هي المفروض ان انت تستخدمي، يا ريتني كنت استخدمت كيلو من اللحمة. بتستخدمي لحم غنم او لحم ضاني مع لحم عجالي. تمام. فانا ده نص كيلو. فحطيته كده في الكبة وهبتدي هنزل الإضافات بتاعتي، يعني حطيت معلقتين من الزبادي. ما تقلقوش قوي من الزبادي، وحطيت معلقة من البابريكا. وكمان هحط فلفل أسود وهحط كزبرة ناشفة من كل حاجة معلقة. وكمان هحط توم باودر وبصل باودر. وهبتدي ان انا احط كمون، ايوه كمون. وكمان هنحط معانا كزبرة ناشفة زي ما قلت لكم. وهبتدي ان انا اطحن كل ده مع بعضه مع اضافة الملح بتاعنا. يبقى التوابل بتاعتنا زي ما قلنا بابريكا توم باودر بصل باودر. هنحط توابل مشكلة، هنحط كمون فلفل اسود وكزبرة ناشفة. وهنا هو حطيت الملح بتاعي. وهحط ايه حوالي ربع كوباية من الزيت، ده نوع من المادة الدهنية عشان تسمك معايا اللحمة المفرومة. المفروض ان انت لو عندك دهن حطي، بس انا ما حبيتش ان انا احط اي دهن خالص فحطيت زيت. تمام كده بطحنها طحنة كويسة جدا. وانزل الجناب عشان تبقى يعني كله مطحون كويس. انا مش بقى يعني مش عايزاها انها تتهري خالص، بس عايزاها انها تسمغ مع بعض كده. ومش هتلاقيها بتلزق في ايدك خالص خالص. هبتدي على بال ما اجيب بقى ورق الزبدة. لازم ورق الزبدة لو مش متأكدة منه تدهنيه دهنة بسيطة من الزيت. وهبتدي ان انا احط كورة كده من العجين ده او اللحمة دي وعليها ورقة من الزبدة. وهبتدي ان انا افردها على حجم المستطيل او حجم الورقة. واي زيادة لا اما ادخلها لجوه، ولو زيادة بزيادة يعني فاخدها واخرجها من الورقة. لازم ترققيها كويس جدا تبقى رقيقة جدا بس مش قوي، يعني مش اللي هي خالص. واي حتة مثلا فيها فضة كده ممكن انت تجيبي قطع من اللحمة ديت وتبتدي ان انت تملي بيها الورقة. وهبتدي بقى ان انا الفها رول زي ما انتوا شايفين، وما تضايقيش الرول عشان تستوي كويس وتطلع معاكي من الورقه كويس. هبتدي ان انا اكرر نفس العمليه، ان انا احط اللحمه ادهن الورقه الاول وبعدين احط اللحمه وافرد عليها ورقه تانية. وباي نشابه عندك افردي بسمك يكون رفيع مش تخين عشان ما يطلعش معاكي تخينه، تطلع معاكي كده يعني سمكها حلو كأنك بتقطعي شرايح اللحمة بالظبط. هخلص بقى كل الكمية دي هكون مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية. وهحطها في الرف الوسط، بس هحط معاها بقى آه كام طماطماية على قرنين فلفل حاميين واحطهم في الفرن. ما بياخدش معايا وقت خالص، عملوا معايا 4 ورقات. بتاخد حوالي ورشة زيت وعلى عليه بتاخد حوالي من تلت ساعة لنص ساعة بالكتير. هعمل بقى معانا دي سلطة زبادي بالمايونيز بالطحينة. دي سلطة بتتقدم معاها زي التومية بالظبط. حطيت علبة زبادي وحطيت معلقتين من المايونيز ومعلقتين من الطحينة ومعلقة خل وفص ثوم. وابتديت ان انا احط ملح وكمون وهقلب بقى معايا. ومعلقة من المستردة بتديها طعم حلو ولون كمان حلو. ممكن تقلبيهم بالمعلقة عادي وممكن بالهاند بلندر مفيش مشكلة خالص. قلبتهم حسيت القوام مثلا تقيل معاكي هتزودي معلقتين مية أو لبن زي ما تحبي. لحد ما توصلي للقوام يعني متوسط مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. وعملنا السلطة ديت. وكمان عملت سلطة بصل أحمر وطماطم وبقدونس وسماق. وهي البصلة دي يعني السلطة دي مشهورة بالسماق وكمان ملح.
وفلفل ورشيت عليها عصير ليمون، وهتقلبيها. السلطة حلوة قوي دي، تنفع في المشاوي، كل المشاوي بتنفع قوي قوي، وبتبقى طعمها حلو يعني. تمام. ادي عملنا كمان السلطة بتاعتها. هنعمل كمان بيقدموا معاها صوص اسكندر. الصوص اسكندر دوت معلقتين من الزبدة او السمنة، وتحطي 3 معالق من الصلصة المعلبة. انا بس حطيتها على النار تتشوح، تطلع بس المواد الحافظة اللي فيها. حطي ملح، وكمان هنحط زعتر وتوم باودر، وظبط الملح بتاعي. وبقى لو لقيتيها تقيلة ممكن تزوديها معلقتين من المية. ده صوص اسمه صوص اسكندر. حلو قوي، بتتقدم مع المشاوي عندهم. طلعت معانا زي ما انتوا شايفين كده اللحمة، اللهم بارك، طرية كده ومتحمرة زي ما انتوا شايفين كده. وعايزة اقول لكم الريحة بتتحدث عن نفسها الصراحة، عجبتني. الصوص بقى اللي نزل او الدهون اللي نزلت منها ديت، حبيت ان انا احطها فوق الوش. ما فيهاش اي مشكله، ده نازله منها الدهون. وزي ما انتم شايفين كده القطع حلوه وطريه وريحتها. عايزه اقول لكم بامانه بامانه، عجبت جوزي جدا جدا وبنتي. هما بيقدموها في العيش الصاج، او عندهم خبز اسمه الباده. وبيحطوا بقى الصلصة الحمراء بتاعتهم ديت، ويحطوا بقى السلطة بتاعتنا أو السلطة البصل والطماطم والبقدونس، وبعدين يحطوا الصوص اللي هي زي التومية. وبتتقدم في سندوتشات، لا إما عيش صاج، لا إما تتقدم في العيش اللي هو زي الشامي، أو انت تحطيه في عيش بلدي، مفيش أي مشكلة. عايزة أقولك طعمها حلو قوي، والطماطم والفلفل بقى دي حلوة قوي اللي هي مشوية معاهم. يعني بصراحة كانت تجربة حلوة، وعايزة أقولك جربيها. ويا ريتني كنت عملت من كيلو بدل ما أعمل نص كيلو، لأن كنا بنخطف السندوتشات، لأن طعمها كان حلو قوي 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 قوي. ولو هعملها تاني هعملها حلوة، وجربوها هتعجبكم ان شاء الله. لو وصلت لحد هنا بتتفرجوا على الفيديو، اتمنى منكم تعملوا لايك وكومنت كده حلو زيكم، متابعة على صفحتي مطبخ ملك، وتقولي رأيكم في التعليقات. ولو اول مرة تدخلي الصفحة بتاعتي وتقيمي المحتوى، لو عجبك اي فيديو شير لكل اصحابك، وما تنسيش تصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.